أهم ما قاله محمد صلاح في ندوة الكتاب في الشارقة في الإمارات: أنا عايش الحياة بالشكل اللي أنا عايزه، مش زي ما الناس عايزة. مش فارق معايا الناس شايفة أنا مفروض أعيش إزاي، في الآخر دي حياتي أنا مش حياتهم هما. لما اتسأل تنصح الرياضي إنه يقرأ إيه، صلاح قال: انا انصح بيه، واللي انصح بيه ان دايما تحاول تقرا في علم النفس، لانك لو فهمت نفسك هتفهم الناس وتقدر تتعامل معاهم في كلامهم، وهتتعامل معاهم في اي موقف بشكل كويس. كمان صلاح لما سألوه عن تجربته في تشيلسي قال: تجربتي في تشيلسي ما كانتش ناجحة وما كنتش بلعب، وبدل ما ألوم المدرب والظروف وأواصل انا مصري وعربي بدأت ابص للحياة بمنظور تاني مختلف عشان انجح. في وقتها بدأت اقرأ كتير واشوف حاجات كتير على اليوتيوب، ودماغي بدأت تتغير، والناس اللي غيرت في حياتي وافكاري وعقليتي دكتور ابراهيم الفقي والدكتور مصطفى محمود. كمان صلاح لما سألوه عن مرموش قال: مفيش لعيبة كتير في اوروبا طلعوا وعفروا من مصر. مرموش من اللعيبة اللي طلعت وعفرت عشان توصل اوروبا. مرموش واحد من الناس ديت، وهو امكانياته عالية ولاعب مهم لفرقته ومع المنتخب كمان. انا بس عاوزه يبعد عن فكرة المقارنات، الناس تبطل تقارنه بيا. ده صلاح الجديد وهيعمل اللي عمله احسن. انت كده مش بتساعده، انت بتحطه تحت ضغط طول الوقت. ما ينفعش تقارنه بلاعب نجح بشكل كبير قوي في السنين دي كلها وهو لسه بيبدأ حياته. سيبه يعيش تجربته وينبسط بيها ويعمل حاجة مختلفة عني في اتجاهه هو محمد صلاح. وانا رايح بازل بدأت اشوف، طيب هو الاوروبي بيعمل ايه الان؟ ما في فرق بين مصر والناس بره؟ بدأت افهم واشوف بيعملوا كده ليه وناجحين ليه. لقيته بيروح التمرين بدري وبيعمل ريكفري وبعدها يتمرن وبعدها يرجع يروح الجيم. فبدأت افهم، وكل ما تعرف بتبقى عايز تنجح زيهم. ومش بس كده، قلت لا، انا عايز اعمل حاجة احسن منهم، وعايزهم هم اللي يبصوا علينا ويشوفوا واحد ناجح من الوطن العربي ويتعلموا منه ويعملوا زيه. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا.